بالدرجة تك بالدرجة هضرة تكنولوجيا ما فحي ما خرجة تك بالدرجة تك بالدرجة معلومة سهلة ماشي معقدة تك بالدرجة تك بالدرجة هضرة تكنولوجيا ما فحي ما خرجة تك بالدرجة تك بالدرجة معلومة سهلة ماشي معقدة اسمع افهم معنا تكسر الأنا اسمع افهم معنا كل حلقة بقصتنا اسمع افهم. السلام عليكم، مرحبا بالجميع. اليوم عندنا موضوع صحراء داير حالة قالب الدنيا ومقعدها. وعليكم السلام. وش من الموضوع؟ نماذج اللغة الكبيرة، الألمام كما يقولوا بالإنجليزية LLMs. وي صح، موضوع الساعة. الهدف تاعنا اليوم يعني مشي هدرة تاع خبراء برك، لا، نبسطوها خطوة بخطوة، نفهموا الأساسيات تاع هذا التكنولوجيا الجديدة اعتمادا على المصادر اللي عندنا. فكرة مليحة، لازم الناس تفهمها بلا تعقيدات. يا أخي ساعات نسمعوا صوالح شغل غولة تاع الانفورماتيك راح تحكم فينا ولا كاش خلطة سرية وش كايو منها صح؟ لا ماشي لهالدرجة زعما، بس صح هي صح حاجة قوية بزاف. لازم نفهموا باللي هي ماشي وعي كيما تاع بنادم. كيفاش مالا؟ هي يعني سيستم تاع ذكاء اصطناعي انتليجنس ارتيفيسيال متخصصة في اللغة برك باش نبسطوها للناس. تخيلي شغل المكتبة الوطنية تاع الجزائر وزيدي لها قاع واش كاين في الانترنت، كتابات، مواقع، منتديات، قاع قراهم واحد العقل الكتروني وفهم منهم كيفاش الهضرة تاعنا تمشي وتتركب. مشي حفظ برك، فهم للتركيب. مكتبة وطنية زائد الانترنت كومبلي، واو. حاجة كبيرة. واحد المصادر يركز بزاف على أنها في الأساس يعني شغل ماشينة إحصائية عملاقة، ماشين ستاتيستيك. وي، تعلمت الأنماط الباترنز وكيفاش الكلمات يجوا مراه بعضهم حسب الاحتمالات، ماشي بالضرورة تفهم المعنى العميق كيما احنا. فهمتك، إحصاء واحتمالات. هذه تفسر على شي يقولوا لها كبيرة فاش بالضبط؟ حجم الداتا؟ الكبر هنايا يعني فيه زوج صوالح مهمين بزاف. الحاجة الأولى كما قلتي هي كمية الداتا اللي تعلمت منها، اللي دوني دونترينمون. شحال كبيرة يعني؟ كمية فلكية صح، نحكوا على تيرابايتس وبيتابايتس تاع نصوص، مقالات، كتب، مواقع. تخيلي صحراء واسعة تاع معلومات لغوية. صحراء، الله يبارك. والحاجة الزوجة؟ الحاجة الزوجة وهي اللي تهم بزاف تقنيا هي العدد تاع لي بارامتر. وش هم هادو؟ هادو شغل الملايير ولا حتى التريليونات تاع الأعداد اللي يضبطوا كيفاش الموديل يفكر ويخدم. هما المخ تاع السيستم. كما تقول بعض الأوراق اللي عندنا، كل ما يزيد عدد لي بارامتر الموديل يولي قادر يفهم التركيبات المعقدة تاع اللغة خير وخير. تريليونات، عدد يخوف شوية، على بها لارج. أوكي، وكيفاش تخدم هذه الماشينة؟ كيفاش تفهم هضرتنا وتجاوب ولا تكتب نص؟ العملية فيها خطوات، مشي خطوة واحدة. تبدأ بحاجة يسموها توكنايزيشن. السيستم يشد النص ويقطعه المرسوات صغار، شغل دي توكنز. هذا المرسو يقدر يكون كلمة، حرف، جزء من كلمة. كيما نقطعوا البيتزا باش نقدروا ناكلوها طرف وي، هذا هو التشبيه، بيتزا الهضرة. هكا يولي يقدر يتعامل مع أي كلمة جديدة بلا ما يسحق ديكسيونير فيه قاع كلمات الدنيا. فهمت، يفتت الهضرة باش يقدر يتعامل معها. ذكية. من بعد وش يصرى بهاد لي توكن؟ من بعد تجي مرحلة مهمة بزاف، الامبيدنجز، التضمينات بالعربية. كل توكن من هذوك يتحول لمجموعة تاع أرقام، شغل شعاع، ان فيكتور في المات في الرياضيات. مجموعة أرقام، وعلاش؟ هذه الأرقام الفيكتور شغل يلخص المعنى تاع التوكن وعلاقته بالكلمات الأخرين. مثلا كاين أبحاث لقت باللي الفيكتور تاع كلمة ملك يكون قريب بزاف في الاسباس ماتيماتيك للفيكتور تاع ملكة. هايلة هذه، كي شغل خريطة تاع المعاني بالصح بالأرقام. بالضبط، هكذا الموديل شغل يحس بالتقارب في المعنى والعلاقات بين الكلمات بلا ما يفهمهم كما احنا. صح، والخدمة الأساسية تاع وش هي إذن؟ التنبؤ؟ هذه هي النقطة الأساسية. خدمته الجوهرية هي يتوقع التوكن الجاي، تعطيله بداية جملة الجزائر بلد، وهو يحسب الاحتمال تاع كل كلمة ممكنة تجي موراها، جميل، كبير، إفريقي، ويخير الكلمة اللي عندها أكبر احتمال إحصائياً. آلة تخمين خارقة مالا. خارقة صح، بصح ماشي تخمين في الريح برك. هنا تدخل ميكانيزم واحد آخر مهم بزاف اللي داروا ثورة، اسمه attention، الانتباه. كيفاش ينتبه هو؟ هذه تخلي الموديل كي يكون يخمم في الكلمة اللي راح يزيدها
ما يشوفش برك الكلمة اللي قبلها، لا يركز ويعطي أهمية أكبر للكلمات المفتاح اللي فاتوا في الجملة كامل حتى ولو كانوا بعاد. مثال باش نفهمه خير؟ مثلا عندك جملة طويلة بزاف تحكي على لاعب كرة قدم اسمه رياض محرز وكيفاش ماركا بيت شباب مع النادي تاعو. إيه؟ كي تجي الهضرة من بعد على النادي تاعو، الاتنشن ميكانيزم يخلي الموديل يركز على كلمة رياض اللي جات من قبل باش يعرف باللي راح يهضر على النادي رياض ماشي نادي لاعب واحد آخر مذكور في النص. شغل يدير ستيبيلو فوسفوري على الكلمات المهمة في مخه الرقمي باش ما يتلفش. فهمتك غاية، يركز على المهم باش يبقى في السياق. صح، هذه تبان لي مفتاحية. وكيفاش يتعلم قاع هاد الصوالح؟ العملية تبان معقدة بزاف. هذه هي عملية لونترينمون والتدريب، وهي صح عملية طويلة بزاف وتستهلك طاقة تعتريسيتي خيالية. طاقة؟ واحدة من الدراسات اللي عندنا تذكر باللي تدريب موديل واحد كبير يقدر يكلف ملايين دولارات تاع كهرباء وقوة حسابية. ملايين الدولارات؟ باش يتعلم برك. إيه، يعطوه كميات هائلة تاع نصوص من هذيك الداتا اللي هدرنا عليها. ساعات ينقصوا من نص كلمات عشوائيا، والموديل لازم يخمن الكلمة الصحيحة اللي كانت تما. يخمن ومن بعد يقارنوا التخمين تاعو بالكلمة الصح اللي كانت في النص الأصلي، يحسبوا نسبة الخطأ اللوس، ومن بعد يستعملوا تكنيك ماتيماتيك معروف اسمه ديسونت دو غراديون باش يعدلوا هذوك التريليونات تاع لي بارامتر غير بشوية بطريقة نقص الخطأ في المرة الجاية. ديسونت دو غراديون. إيه؟ يعودوا هاد العملية تاع التخمين وحساب الخطأ والتعديل ملايين وملايين المرات. خدمة تاع نملة بصح بسرعة الضوء تقريبا. خدمة تاع صح بالتكرار والخطأ والتصحيح المستمر. الله يبارك. أوكي، وبعد قاع هذا التدريب وهذا الجهد، وش تقدر تدير هذا LLM في حياتنا اليومية، التطبيقات العملية؟ الإمكانيات يعني كثيرة بزاف وبدينا نشوفوها كل يوم تقريبا. تقدر تكتب لك إيميلات، ترد على زبائن، تكتب مقالات، تكتب حتى كود تاع الانفورماتيك. تكتب كود، صح؟ تعاون المبرمجين بزاف. وتقدر ثاني تدير ترجمة فورية، تلخص نصوص طويلة ومملة، تجاوب على أسئلتك كي شغل شات بوت ذكي بزاف. كاين حتى أوراق بحثية زعما تتكلم على إمكانية استعمالها في التشخيص الطبي المساعد بتحليل التقارير الطبية ولا في التعليم المخصص لكل تلميذ. صح، راهي تدخل في كلش تقريبا. بالصح كما أي تكنولوجيا قوية أكيد عندها جوانب سلبية ومخاطر. المصادر وش تقول على هذا النقطة؟ طبعا، والحذر واجب بزاف هنا. أول وأكبر خطر تذكره قاع المصادر تقريبا هو الهالوسينيشنز، الهلوسات أو التخلاط كما نقولوا. تخلاط؟ كيفاش يعني؟ يعني ساعات الموديل يخترع معلومات من راسه تبان لك صحيحة ومقنعة وفيها تفاصيل، بصح هي في الحقيقة غالطة تماما ولا ما عندها حتى أساس. هنا لازم واحد يتأكد ديما من مصدر المعلومة وما يثيقش ثقة عمياء. الحذر ثم الحذر مالا. وماذا أيضا؟ كاين تاني مشكلة التحيز، البايس. بما أنها تعلمت من داتا كتبوها بشر وفيها تحيزات، هي تاني تدي هادوك التحيزات وتعكسهم في أجوبتها. صح، هذه مشكلة كبيرة. وزيد المعلومة تاعها عندها تاريخ نهاية صلاحية، تحبس عند وقت التدريب تاعها. ما تعرفش الصوالح جدد اللي صراو مور ما كملوا تدريبها. هي مشي متصلة بالإنترنت لايف يعني معلوماتها تقدر تكون قديمة. وما نزيدش نذكر غياب الفهم الحقيقي والعواطف. هي تقلد برك. وأخيرا كاين دايما خطر الاستعمالات السيئة، نشر الأخبار الكاذبة، عمليات الاحتيال المتطورة، انتحال الشخصية. لازم نكونوا واعيين بهذا المخاطر. يعطيك الصحة على هذا التوضيحات. هكذا الصورة تبان لي وضحت خير. LLM هذه مش وحش خرافي راح ياكلنا، ومشي عصا سحرية تحل غاع المشاكل. هي أداة. بالضبط، أداة قوية بزاف، ومفتاح التعامل معها هو نعرفوا كيفاش نسيروها، كيفاش نروضوها ونستعملوها بحكمة وفي الشيء اللي يفيد. هذا هو الصح. تكنولوجيا بسيفين عندها وجهين، تقدر تكون نعمة كبيرة وتقدر تكون نقمة تاني. والدور تاعنا بالأخص هنا في الجزائر هو نفهموها مليح. نفهموها، نعرفوا حدودها ونعرفوا قدراتها، ونخموا كيفاش نوجهوها باش تخدم المجتمع تاعنا وتطور بلادنا بطريقة اللي تفيدنا قاع. كلام موزون وصحيح 100%. وهنا ممكن نخليو للمستمعين فكرة يخموا فيها، كيفاش بالتحديد نقدروا نستغلوا هذه الأدوات، هذه LLMs هنا في الجزائر، وش من تطبيقات تقدر تكون مفيدة لنا بزاف هنا في تعليمنا، في اقتصادنا، حتى في ثقافتنا ولغتنا، بلا ما ننساو طبعا المخاطر اللي لازم نعرفوا كيفاش نحتاطوا منها. سؤال مهم بزاف للتفكير. شكرا على المتابعة.
يعطيكم الصحة وتهلاو في رواحكم بزاف بزاف. كان بودكاست شيق اليوم. سلام عليكم. هضرة تكنولوجيا مفهمة خرجة بالدرجة معلومة سهلة ماشي معقدة. اسمع افهم معنا تكسل الأنا. اسمع افهم معنا كل حلقة بقصتنا. اسمع افهم معنا تكسل الأنا. اسمع افهم معنا كل حلقة بقصتنا.